حقيقي تحية كبيرة لصاحب الاختراعات دي، تبان تافهة بس هي مهمة جدا. وأول حاجة معانا اللزق السيليكون ده بيمنع تسريب المية لتحت الحوض، بس خدي بالك وانتي تلزقيه صح علشان حرفيا مادة السيليكون اللي فيه جامدة جدا وما بتتحركش بسهولة. وهاتي بقى عليه مية براحتك. تاني اختراع يا جماعة وبجد من أكتر الحاجات اللي عجبتني، دي عبارة عن رياشة معاها 4 غيار. أحب أقول لك إن دي مختلفة تماما عن بتاعة زمان، دي خفيفة ومرنة بتدخل في أضيق الأماكن. الماتيريال بتاعتها فعلا مغناطيس للتراب يا جماعة، وبتلمع حلو جدا من غير ما تطير التراب في كل مكان على عكس القديمة. القطعة دي عملية جدا وبستخدمها اكتر من استخدام، بحضر عليها السندوتشات وكمان مشروبات. وعايزه اقول لكم ان انا بصفي عليها المواعين، بتشرب اكبر كميه من الميه من غير ما تسرب على الرخامه وتعمل ريحه كمكمه. القطعه دي مهمه جدا للصغيرين وللكبار، بنقدر نملاها هاند ووش او هاند جل لتعقيم الايد. حلوه جدا ايام الدراسه وللنوادي، او لو انت بتشتغلي يبقى دايما في شنطتك على طول. حد يقول لي بقى فين التفاف ان انا اجيب هوك على شكل شيف يمسك لي الفيشه اللي على طول غرقانه في الميه وكمان الدهون؟ بجد عملي جدا وشكله شيك. صفايه الاعشاب دي انا بشوفها من الحاجات المهمه جدا، هتقدري تستخدميها للاعشاب اللي بنضيفها للشوربه او حتى للمشروبات. من احلى انواع الجلافز اللي استخدمتها لتنظيف المواعين هو قطعتين. عايزه اقول لكم القطعه اللي فيها السيليكون دي عمليه جدا، بتنضفي بيها بواقي الاكل احلى كتير من الاسبونشه اللي بتعمل ريحه بعد كام يوم، وكمان هتحافظي على ايديك. واخيرا يا جماعه الكورنر اللي غير شكل مطبخي تماما، بجد عايزه تسعدي نفسك هاتي بيت مجات بيغير شكل المطبخ تماما، شكله حلو. الماتيريال بتاعه الخشب سهله جدا في التنظيف. جبت كمان معاه القطعه دي علشان استخدمها لباكه المشروبات، عمليه جدا وبجد الاتنين شكلهم احلى من